الورقة الفنية للنشرة من آسازاك والإصدار الفني الجديد للموسيقي محمد عيوش الذي يعكف على تصوير مشاهده بالعديد من المناطق الحدودية بالإقليم. إصدار يحمل عنوان عودوا لوطنكم، وهو إسهام في دحض ادعاءات خصوم الوحدة الترابية للمملكة. حافظ محضار محمد أسند ومحمود الشراكي. من عديد النقاط الحدودية بإقليم آسازاغ، خاصة النفوذ الترابي لجماعتي المحبس وتويزغي، وقع اختيار الفنان الموسيقي محمد عيوش قصد تصوير مشاهد عمله الفني الجديد عودوا لوطنكم. إصدار هو باكورة أعمال هذا الفنان الصحراوي العصامي، وهو نداء للمغرر بهم بمخيمات تندوف للعودة إلى أرض الوطن ووضع حد لعقود من المعاناة تحت قبضة عصابة البوليساريو. خدام إن شاء الله فيما يصب في إغناء الأغنية الوطنية الصحراوية المغربية اللي نقدوا نلحقوا لواحد الجيل، واحد النمط جديد، واحد الأغنية جديدة اللي تمشي مع هذا المستوى اللي وصلوا للعالم من التطورات، سواء في الميديا، سواء في الإعلام، سواء في الفن بصفة عامة. إذا احنا رانا خدامين الحمد لله تعالى، وما خصنا خير بخير الحمد لله تعالى. رانا في ترابنا ما حاسين علينا برانين ولا شيء. اليوم رانا في منطقه هون في طريق العوينات، ومازال عندنا الطويزقي ان شاء الله، ومن الطويزقي واعدين بلد ثاني، والمحبس حتى هو بعض اللقطات. اغنيه سميتها عودوا لوطنكم، وهذا العمل جمعني مع السي محمد عيوش، وهي هي استوار ماشي جات هكاك. امل فيه قلب كيهضر مع قلب، فيه صفر درهم، فيه الماده ما كتهضرش. وجدنا اغنيه وقلنا نتلاقاو في المغرب، وجيت عنده لهنا الاسازاك الاسا بغيت نقول، ومشينا للمحبس وعرضوا هنايا الناس. انا كنحس براسي في دارنا بعد هذه الاولى. الثانيه كانت تيو فين ما بغينا، وكنحس براسي بواحد الحريه لا يمكن ان لحد نقول. خصنا نعبروا الوطنيه ديالنا، شباب كبار اطفال. حنا كنهديو لكم الجمهور المغربي هذه الاغنيه، ونزيد لكم اغاني اخرين مع خويا محمد عيوش والفرقه ديالو. تسناونا، حنا جايين عندكم الا بالخير، وكنقولوا لخوتنا عودوا لوطنكم. هذا العمل الفني الجديد الذي ينضاف إلى سلسلة من الإصدارات الغنائية لمحمد عيوش يقدم مساهمة لهذا الفنان في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة من بوابة الإبداع الموسيقي ودحض ادعاءات خصوم أمن واستقرار المملكة. توظيف فني متميز اعتمد قوة كلمات الأغنية والإيقاعات الصحراوية المميزة والاختيار الموفق لموقع التصوير. ما تخيلناش باللي كاين واحد استوديو مفتوح طبيعي بمؤهلات طبيعيه كبيره بزاف، بواحد الغناء ثقافي جيولوجي وغير ذلك. في الحقيقه الصدمه كانت كثيره بزاف، لحقاش وسط المغرب، وما قدرناش كمغاربه نكتشفوا هذا الجمال اللي عندنا غير في وسط المملكه. هذه مناسبه مفتوحه لصناع السينما في البلاد باش يجوا يزوروا هذا الاستوديو الطبيعي المفتوح. العمل اللي خدمناه مشتركين مع الفنان محمد عيوش والفنان الكبير تاعنا اللي غني على التعريف محمد جبارة، كان بواحد الروح اللي تشاركيه اللي خلاتنا نحسوا بالعمل اكثر ما نفكروش في الصعوبات والمشاكل اللي غادي نلقاو، سيرتو في هذه الوقيته اللي كتعرفها البلاد ديال الحجر الصحي.